كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم وبخير دايما. ويا رب يكون في فرح وفي سعادة، ويبعد عننا أي مشاكل وأي حاجة وحشة. وعيد مبارك على المصريين خاصة وعلى الأمة الإسلامية عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت الرابطة تقبل مذكرة الأهلي القانونية وتعلن إملاء إلى شكوى الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية. ووفقا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة 63/2 من لائحة المسابقة، ونظرا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباراة كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس، والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية ب5 أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى. وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستخدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن الأهلي استناده إلى ما تضمنه شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو انسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف. وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى، فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم 50 والصادر عن 15/3/2025 كالتالي: 1. اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة 4/17 من لائحة المسابقات. 2. تحمل الغرامات المالية وفقا لما جاء في المادة 8/17 من لائحة المسابقات. 3. إلغاء خصم ال3 نقاط في نهاية الموسم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم إن شاء الله.